اهلا بيكم بالاسدال. عاملين ايه؟ وحشتوني. بضحك في اي مصيبه، انتوا عارفيني اي مصيبه بتقابلني بضحك، تلاقوني بضحك. انا يا جماعه قلت اتبسط وافصل شويه واريح شويه. سافرت يومين اسكندريه مع ماما، رجعت يعني مش قادره اقول لكم لقيت ايه. انا مش عارفه ليه كل اهو امسك يا كوك، انا مش عارفه ليه كل ما اسيب البيت شويه، يعني اروح اقعد في حته شويه وارجع الاقي حاجه خربانه في البيت. كل ما احاول اتبسط شويه ارجع الاقي الهم مستنيني تاني. مش عارفه في ايه اللي بيحصل ده، بس الحمد لله. انا سافرت يومين اسكندريه، اتبسطنا والعيال اتبسطوا. قعدت اسبوع تقريبا، يعني تقريبا قعدت اسبوع وفصلت بقى خالص. ويعني بقالي كتير ما سافرتش، والصيف دوت مش هسافر كتير زي كل سنه، فيعني قلت اما اقعد بقى حبه حلوين. قعدت ونزلت يزن البحر، والفيديو اللي انا نزلته لكم وقعدت احكي لكم على قصتي انا وهشام وتعرفنا على بعض ازاي. رجعت بقى، انا رجعت لقيت بقى المصيبه. الحمد لله، يعني الحمد لله على كل حاجه. رجعت لقيت الكهرباء فاصله. الكهرباء فاصله بقى لها قد ايه انا معرفش. انا هنا عندي كهرباء كارت، يعني انا كنت شاحنه الكارت من فتره، وقبل ما امشي شايفه الكارت لقيت فيه فلوس، يعني لقيت فيه سايباه مش مشغله حاجه غير التلاجة. بشيل الفيش كلها قبل ما اخرج من الشقه، بشيل كل حاجه، الراوتر، كل حاجه، السخان بفصله، فيشه الكاتل والميكرويف بشيلهم، كل حاجه بشيلها. ما بسيبش اي حاجه، يعني احتياطي بسيب التلاجة بس، التلاجة الوحيده اللي بسيبها في الكهرباء. رجعت لقيت الكهرباء فاصله. من امتى معرفش طبعا، ما انا بقالي اسبوع غايبه، انا بقالي اسبوع بقى مبسوطه بقى. انت ازاي تتبسطي؟ انت ازاي تعيشي حياتك كده اسبوع وتتبسطي وتروقي دماغك؟ لقيت الكهرباء فاصله والتلاجة سايحه، وبفتح بقى قلت ايه اما اشوفها كده فاصله بقالها قد ايه. يعني هي اول حاجه جريت عليها اول ما لقيت الكهرباء فاصله التلاجة. دخلت بفتح التلاجة، بفتح الفريزر، مش قادره اقول لكم على الريحه، مش قادره اقول لكم عامله ازاي. تقريبا بقى الكهرباء كانت فاصله بقالها كتير قوي. الفريزر كله سايح والتلاجة كلها سايحه طبعا، كل الحاجه اللي في الفريزر باظت. الريحه كانت فظيعه جدا جدا. وراجعه بقى هموت وانام اصلا. راجعين بالليل، كنا راجعين على الساعه 2 على ما وصلنا هنا وبتاع. راجعه بقى هموت وانام، لقيت بقى الفريزر فاصل والحاجه كلها بايظه، اللحمه والفراخ والعيش بصوا والزبده، كل حاجه في الفريزر بايظه. الحمد لله طبعا، الحمد لله على كل حاجه. يعني والله العظيم انا عايزه اقول لكم ان من كتر ما هي تقريبا فاصله بقالها كتير، انا بقيت انا وماما عمالين ناخد الحاجه ونرمي، ما بنبصش ده ايه ومش شايفين ده ايه. يعني هي الحاجه مش طايقين حتى نيجي جنبها من كتر الريحه عامله ازاي. بقينا بنرمي، قعدت ارمي، رميت كل الفريزر وكل الحاجات اللي في التلاجة كله، رميت كل حاجه. ومسكت بقى الفريزر طبعا غسلته علشان الريحه، لو كنت قفلت عليه على كده الحاجه بقى منزله، يعني منزله بقى الدم بتاعها ومش عارف ايه، فرحت غسلته وخليته زي الفل. مش عارفه ليه بقى كل ما اسافر او كل ما اروح عند بابا. يعني المره اللي فاتت انتوا عارفين اللي حصل طبعا، قعدت عند بابا برضو بتاع اسبوع ولا اسبوعين. اول ما رجعت لقيت الغساله بايظه لوحدها، من غير ما اجي جنبها ومن غير ما حد يجي جنبها الغساله باظت. الحمد لله ان التلاجة ما باظتش، يعني الحمد لله ان الكهرباء لما فصلت والفيشه كده، انا ما اعرفش، يعني الحمد لله التلاجة ما حصلهاش حاجه. انا مش كل شهر يبوظ لي حاجه، اعمل ايه انا كده؟ مش هينفع. ازاي انت تتبسطي؟ ازاي امنيه تتبسط يومين؟ ازاي؟ بس لا، رميت بقى كل اللي فيها، كل حاجه فيها رميتها. والله العظيم انا ما بقتش زعلانه على الحاجه قد ما شايله هم ان انا هنضف الفريزر. بجد بكلمكم بامانه، يعني انا ما كنتش زعلانه على حاجه وانا برميها في داهيه ملناش نصيب فيها. الحمد لله طبعا، يعني الحمد لله ملناش نصيب فيها. كل الاكل اللي كان في الفريزر والحاجات اللي كانت متخزنه والخزين كل حاجات ملناش نصيب فيها، مش مهم. بس بقى انا كنت شايله هم ان انا هنضف الفريزر بقى، يعني والريحه بقى وكل الحاجات دي. نيمت بقى العيال ورميت كل حاجه، وقعدت بقى نضفت الفريزر، نضفته كويس قوي عشان لما احط حاجه تانية فيه يعني ما يلقطش ريحه او كده. فنضفته كويس قوي، وبجد انا مش عارفه ليه بيحصل كده. ليه كل ما امشي وارجع حاجه تبوظ في الشقه؟ تعالوا اوريكم بعد ما عملته. بصوا نضفته. دي كل دي حاجه، ما دي شنطه بتاعت ماما، ودي حاجات بقى ماما لسه جايباها لي اليومين دول. يعني دي حاجه عيش لسه بقى ماما جايبه لي الحاجات اليومين دول، اللي هو ايه يعني اليومين دول كده نمشي بيهم الدنيا لحد ما الدنيا تتظبط تاني. نضفتها بقى. لا انا انتوا مش متخيلين ده كان عامل ازاي، يعني مش متخيلين المنظر كان عامل ازاي والله العظيم. كل ده يعني كل ده كان مليانين، كله اترمى، كل حاجه اترمت.
يعني الحمد لله الحمد لله. بس فبدأنا بقى ايه، دول حاجات ماما جايباهم ناكلهم اليومين دول، وبس نضفتها بقى الحمد لله يعني. ومعرفش بقى دي مرته، معرفش باظت ولا لا، بس انا سايباها زي ما هي يعني دي كانت ده كل ده مرته، فلا يعني يا رب ما تكونش باظت. دي الحاجات اللي ما باظتش، الكسكسي والموتزاريلا والسمبوسه والفلفل، ده فلفل والمرته دي، دول بس اللي ما باظوش. دي الحاجات الوحيده اللي ما باظتش في الفريزر. والتلاجة طبعا اللي ما باظش فيها، التلاجة بقى من تحت اللي ما باظش فيها الصوصات بقى والحاجات دي، لكن كل حاجه باظت. كان في خضار، انا كنت عامله حسابي مشكله ان انا كنت عامله حسابي ان انا مسافره يومين بالظبط وراجعه، يعني كنت عامله حسابي ان انا هم يومين بالظبط وراجعه، فانا قعدت اسبوع، الايام هناك جرجرت بعضها وكسلت بقى ان انا ايه كل يوم اكسل اروح. فكنت سايبه حاجات، الخضار واللبن، طبعا اللبن انقطع وباظ كله اترمى، والجبن باظت، كل حاجه في التلاجة والفريزر راحوا بالسلامه الحمد لله. بس فيعني الحمد لله على دخلة العيد كده بقى نبدا نملى التلاجة واحده واحده كده، فهبقى املى التلاجة كده ان شاء الله معاكم. وبس قلت اما احكي لكم اللي انا عشته في اليوم ده. نعم مفيش فلوس مفيش فلوس تو؟ هو انت بتلم الفلوس من الشقه؟ في فلوس وانا ماما. في ده جنيه، في انت جبت الجنيه ده منين؟ بيحب الجنيهات قوي. جبت الجنيه ده منين؟ في فلوس تو، في فلوس وانا. في فلوس وان بس؟ ماشي، هو على قدك، وان بس على قدك. يلا هو وان بس على قدك. ده بقى يا جماعه اللي حصل اليوم دوت يعني. بس الحمد لله على كل حاجه، ويعني يا رب المره مش انا هحرم اخرج من البيت، هحرم اروح اقعد لي في حته يومين 3 كده زي الناس، هحرم امشي من البيت. لما اجي بقى املى التلاجة او اجيب اي حاجه للتلاجة هبقى اوريكم ان شاء الله. باي باي.